هذه هي الطريقة المخيرة اللي جربت بها كريات السلق والزيتون. ما كانش اسهل منها. راح نحضروها غير بربع صدر تاع الدجاج وايضا ربطه تاع السلق. ويلا ندخلوا نكتشفوا الوصفه اللي حتلقاوها بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب. في الاشهر انا عندي حبه بصله صغيره، سنه ثوم، وربع صدر تاع الدجاج. كنت فورت ايضا السلق نشفته، درك راح ندير لها التوابل، ملح، حرور، وكركم، وايضا الكمون، مع ملعقتين تاع شابليغ. وهذو هما التوابل، يعني ماشي حاجه. نشكلهم الى كريات، نرمدهم في الفرينه، ومن بعدها ندوهم مباشره نقلوهم في الزيت. راح تلقوا المقادير اسفل الفيديو، كما تاني تلقاو الوصفه بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب كريمه فارس. وكي وصلوا هذه المرحله يعني يولوا دوغي، نقلعوهم، ما لازمش يحمروا بزاف. في نفس ثاني الوقت نروح نجيبوا مقله نديروا فيها حبه بصله مرابيه مع سنه ثوم، نقلوهم. بعدها راح نضيف لهم طوماطيس تاع القوطي حوالي ملعقتين. راح نقلي كل شيء مع بعض. في الاخير راح نضيف له ايضا كميه تاع زيتون خضر، والثوم ايضا كما راكم تشوفوا انا كنت درته مع الطوماطيس. راح ندير وريقه تاع الرند، عندي تاني زوج حبات طوماطيس مرابيين ضفتهم. اما بالنسبه للتوابل فنفسهم اللي درناهم ديجا في الكريات تاع السلق. درك نمرقوا بالماء ونخلوهم يغلي. بعدها نحطوا قاعد في الكريات، نخلوهم يعني هكا الله الله يتجمرونا. في الاخير نضيفوا لهم رشه معدنوس، قادرين يعني ترافقوهم مع الرز ولا مع البطاطا المقليه كيما نبغوا حنا كاع جزائريين. ما تنساوش انكم تجربوها وتعاودوها وترسلوا لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام تاعي اللي هو كريمه فارس، ولا ايضا يعني تروحوا لقناتي على اليوتيوب باش تشوفوا الوصفه بالتفصيل. جيم وبارطاج للصفحه.